حد في الشارع، مفيش حد في الشارع. قوم، الشارع فاضي، الناس كلها نايمه، اللي بيصحى الاول بيسبق. في الشارع هو مفيش حد بيبص عليا، مفيش حد مهتم اصلا. جبت ميه من كل حته. هدين امي، الساعه 6:30 بقى نص ساعه بجري. هي كده الحياه يا صاحبي، هي كده الحياه يا صاحبي. ابدا يومك بدري وابدا صح عشان تنهي صح. اول ساعتين من يومك الاهم يا صاحبي، هيفرقوا انت هتعمل ايه في يومك. لو اول ساعتين انك تصحى وتوضى وتصلي وبعدين تنزل تجري، هي دي الحياه يا صاحبي، هتوصل صدقني. لكن لو بتصحى بقى تتفرج على تيك توك ساعتين 3 قبل ما تقوم من على السرير، بعدها تصحى تاكل لك بقى اي وجبه من متنكه كلها سعرات وكلها سكر وعيش، حياتك هتبقى بنت متنكه يا صاحبي. يلا مفيش حد في الشارع، مفيش حد في الشارع. قوم، الشارع فاضي، الناس كلها نايمه، اللي بيصحى الاول بيسبق. اوعك تستسلم يا صاحبي. الجري متعب مقولكش لا، بس حياتك بنت الوسخه دي متعبه اكتر. الراحه يا صاحبي مش مريحه، الراحه هي سبب الالم. كل ما تلاقي نفسك مرتاح اعرف انك تعبان. صدقني لما تتعب تحس بالراحه اكتر من انك تعبان. لما تبقى تعبان يعني تحس بشعور احسن كتير. صباح الخير. الناس مش فايقه اصلا على الصبح، بس الناس مش فايقه. الراجل هو جاي ماشي بالسبحه شكله صلى الفجر واخدها ماشي عشان الجامع هنا بعيد قوي، فبس stay hard زي ما بيقول ديفيد جوجنز stay hard. بس انا بقى بقول لك اوعك تستسلم ابدا، لان الراحه هتعب كتير قوي من التعب صدقني يا صاحبي. وبس نكمل جريتنا. والله يا صاحبي بقالي ساعه اهو تقريبا بجري، محدش بيبص عليا اصلا، وبصور محدش بيبص عليا برضه. فصدقني كل الافكار اللي في دماغك ديت خوف بس من دماغك، عقلك بيوهمك حاجات فاضيه. في الشارع هو مفيش حد بيبص عليا، مفيش حد مهتم اصلا، بتجري محدش مهتم. واحد بس كلمني عشان كنت ماسك جنبي وانا بجري، فكان جنبي وجعني قوي، فبيقول لي بالراحه شويه عشان جنبك معرفش ايه. بس لكن محدش قال لي بقى بتجري ويضحك عليا والشغل اللي في عقلك ده. بس محدش هيبص لك ولا حد يفتكرك اصلا. يعني الناس اللي شافتني اصلا مش تفتكرني، ده لو حد شافني اصلا محدش بيركز، كل مسحول في مشاكله في حياته، محدش بيركز معاك. انت بس ده وهم من عقلك بيضحك عليك وانت متخلف بتجري وراه خلاص. انا عارف دلوقتي بتقول لي ايه فايده الجري. بص يا صاحبي، الجري مفيد لقلبك فشخ، مفيد لالتزامك، مفيد لصحتك، مفيد لكل حاجه، وانت عارف الكلام ده كويس. بس الفكره في ايه؟ الحاجه اللي مش كل الناس بتعملها هتلاقيها مفيده، ده طبيعي. الدهب لو مع كل الناس خلاص فقد قيمته، زي الرمل كده، زي الخشب فقد قيمته لان مع كل الناس. فانت لو عايز تبقى غالي او قيم او مختلف عن الناس، فانت بالتالي لازم تعمل حاجات مختلفه عن الناس. مينفعش تعمل كل الناس بتعمله وتبقى عايز تبقى مختلف، عايز تبقى غيرهم، عايز تبقى احسن منهم. مستحيل يا صاحبي. ازاي عايز تبقى ناجح وانت بتعمل كل الحاجات اللي تخليك فاشل؟ ازاي؟ لو عايز تبقى ناجح فلازم تعمل الحاجات اللي الناجح بيعملها. واظن ان الناجح مش بيفضل قاعد مكانه. اهو خلصت ساعة او ساعة الا تلت، ولسه هجري كمان نصايه، هكملهم ساعة ونص. خلاص جبت ميه من كل حتة، بس لسه لازم تعدي قدر تعبك. يعني لو انت بتتعب في ساعة العب ساعة ونص، بتتعب في ساعتين العب 3 ساعات عشان تعدي الخط ده يا صاحبي. لازم تعديه، لازم تكسر الحاجز ده. فاهم حاجة؟ والله ما كنت عايز ابدا اصلا، كنت عايز ابدا جاري
عارف مالي، كنت مبدون كده ومنمتش كويس، فقلت فاهم كنت امها النهارده وبتاع، بس قلت اما انزل اتمشى حتى. كل ده بضحك على عقلي فاهم، اللي هو انزل اتمشى بس، بعدها مش عايز اجري برضه فاهم. كنتش اصلا بقالي فتره ما كنتش بجري، فاللي هو فاهم ما انتش يعني ايه، انتش بتحفز بقى وبتاع. فقلت تعالى ناخد سبرنت. اول ما خدت سبرنت يا صاحبي فتحت خلاص مش عارف اوقف، اللي هو فاهم الدوبامين بقى الحقيقي غير الدوبامين الفيك خالص. كسم الدوبامين الحقيقي يا ابني فاجر على الطلاق، اقسم بالله يا ابني فاجر.